جبت انضف اكل للحمام، وبرضو الحمام مش عايز يبيض ومش عايز ينتج ومش عايز يفرخ. قلت اجرب موضوع اغسل المسائي كده واحط لهم مسائي نضيفه، لقيت نفس الكلام برضو مفيش انتاج. مصيبه بتحصل عند الحمام مش عارفين ازاي نعالجها، ومش عارفين ازاي نبدا نشتغل صح معاهم. اكل وجبت اكل نضيف وميه وحطيت ميه نضيفه، وحمامي زي ما هو واقف صنم. بص كده النتايه دي، ركز كده، بص في رقبتها. تعالى كده لو قربنا هتلاقي ريش كتير طاير من دماغها، واخد بالك؟ بص بص اهي اهي اهي. مصيبه بتحصل عند الحمام. اي هبد بقيت اسمعه على النت بقيت اروح اجيبه واقدمه للحمام، برضو الحمام مش عايز يفرخ ومش عايز ينتج. وكل لما اخش عنده الاقي ريش كتير في الارض، كل شويه ريش كل شويه ريش. تعالوا نشوفوا احنا حلينا المشكله دي ازاي مع بعضينا. وعايزك تحط في دماغك الحمام مش اكل وشرب بس، لا، الحمام ربنا خلقه عشان يطير في الوسع. احنا حبسناه في قفصات شبه كده، وفي نفس الوقت برضه حبسناه في اوض، فلازم نوفر له كل حاجه هو يحتاجها عشان يشتغل وينتج معانا. فكل اللي انا بقول لك عليه دوت وفرته لك في كيس واحد. تعالى اوريك بعد ما اشتغلت معاه مع الحمام ايه اللي حصل عند الحمام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي كده اول جزء اهو، شايف تحتيهم بيض، ودول كمان برضو نفس الكلام، ربنا كرمنا فيهم وباضوا، مع ان النتايه كانت مغلبانا، بس الحمد لله رب العالمين باضوا. وده الجزء اليمني اللي احنا لسه واخدين منه العش اللي فات، برضو قاعدين على بيض اهو زي ما حضراتكم شايفين. اما بقى بالنسبه للجزء الجمال دول فقسوا وتحتيهم زغاليل. تعالوا نشوفوا كده اهو، بسم الله ما شاء الله، واضح جدا. وادي كمان جوز حمام قاعدين على بيض اهم، والجوز الهزاز الجمال دول تحتيهم زغلول حضان اهو. طبعا غير دول اهم نفس الكلام برضو قاعدين على زغاليل. يا رب تكون واضحه قدامكم، قرب كده معايا وسمي الله اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وكمان دول قاعدين على بيض. تعالى كده اهو، شوف معايا بقى السر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ايه تاني؟ تعالى اقول لك الكيس ده فيه ايه، لان الكيس ده السر في انتاج الحمام، والسر ان الحمام يشتغل ويبيض عندك. تعالى اقول لك ازاي. جوز حمام شبه كده متاخر في الانتاج، سهل جدا. كل اللي علينا هنعمل كده ونجيب البياضه بتاعته. ما تقلقش، هعمل معاك الصح، مش عايزك تقلق ولا تحتار. توب ميكس هو الجبار. وادي الكيس الجميل بتاعنا اهو، هنفضيه هنا اهو. طبعا مش كله، الكيس بيكفي معاك 3 بياضات. تعال نشوفوا ايه اللي موجود دوت. ركز معايا كده. حجر جيري، قرطم، شعير، بذر كتان، بذر جرجير، بذر فجل، بذر برسيم، شوفان، حبة البركة. كل ما يحتاجه الطير وفرناها له في الكيس دوت. تعالوا نشوفوا رد فعل الحمام لما نيجي نحط الكيس عنده، ونشوف ايه اللي هيحصل لما يشوف الكيس دوت. طبعا هقول لك التفاصيل كلها ومنين تجيبه. وادي طبعا جوز الحمام اهو، طبعا بتربي سايب بتربي محبوس، مفيش اي مشكله. بالنسبه للحمام اللي في القفاصات شبه كده بتحطه في البياضه. طيب انا بربي سايب يا عم، زي ما بتعمل حاجه للاكل بتحطها في الارضيه، نفس الكلام برضه هتعمل حاجه للتحديق وهتحطها له في الارضيه، لان دوت مصدر كالسيوم عالي جدا. وزي ما انت شايف الحمام متقبله ازاي. انت دلوقتي في فتره قلش، انت دلوقتي بتخش تلاقي ريش واقع في الارض، لازم تديله حاجه تعوض الريش دوت وتنشط معاك عنقود البيض، ويبقى معاك زغاليل بسم الله ما شاء الله. بنسال الزياده والبركه للجميع. تعال اقول لكم كمان على سر. بصوا واحنا بنتمشى لقينا المنظر الجميل دوت اهو. كنا حاطين لهم تحديق الصبح، طبعا الاب والام كلوا، ودلوقتي الام بتاكل عيالها زي ما انت شايف في المنظر اللي جوه دوت اهو. يبقى انت كمان بتفيد الزغاليل وبتفيد الحمام الكبيره في كالسيوم، املاح، فيتامين، تنشيط عنقود البيض، مخصب، حاجات ممتازه جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه في شحن جميع المحافظات، وده رقم الكيس اهو، تمام. وطبعا لينا صفحه على اليوتيوب، لينا صفحه على الفيسبوك، في اي مكان ابحث على علي المنسي هتلاقينا. الشحن يا جماعه باخد الفلوس الاول، واسال عني قبل ما تبعت اي شيء، لان في مشاكل في شركه الشحن ان الفلوس بتجيلنا بعد 10 ايام و15 يوم وبيوجعوا قلبنا. فبالتالي اللي محتاج اي حاجه يتواصل معايا على رقم التليفون دوت، وان شاء الله شحن لجميع المحافظات. احلى مسا عليكم واستنونا، سلام عليكم.